السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل وجبة خفيفة لطيفة تنفعك فطار، تنفع عشاء، تنفع لاولادك بعد مدرسة وهم جايين مستعجلين. انت جايه من شغل، عايزه تعملي وجبة ليكي سهلة كده بسيطة وسريعة، هتحبوها قوي. هنجيب يا حبايبي بيضتين، 3 4 او على حسب عدد الافراد اللي هياكلوا. هنضربهم في طبق كويس جدا. هنجيب طماطم بطاسه على النار، حاطين فيها ماده دهنيه سواء زيت او زبده، ويا سلام بقى لو زبده بتخلي الطعم بيبقى في حته تانية. هنبدا نكون مقطعين كده الطماطم والفلفل شرايح كده مدوره، وهنكون رشين طبعا عليهم فلفل ملح، فلفل اسود، كمون. وهنبدا بقى نرصهم في الطاسه. اول ما الزيت يسخن او الماده الدهنيه بتاعتك تسخن في الطاسه، هتبداي تحطيهم ترصيهم في الطاسه. اول ما يبداوا كده يسخنوا او يتبلوا، اول ما يبداوا يتبلوا هتقلبيهم على الوش التاني عشان يتبلوا برضو. وهتعملي نفس الخطوه اللي انت عملتيها في اول مره، انت هتحطي برضو عليها على الوش ملح، فلفل، كمون، اي توابل عندك انت بتحبيها ولادك بيستطعموها ما بتتحسوش منها، مفضله عندكم بتحطوها. بعدها هنجيب البيض اللي احنا كنا ضاربينه، وهنبدا نرشه عليها كده، نوزعه في الطاسه كويس جدا. هتحطي طبعا على الوش لو عندك لانشون عايزه تحطي حطي، سلامي زي ما انا عامله كده حطي، عندك سجق حطي، الحاجه اللي انت بتحبيها وبتحبي طعمها اولادك بيحبوها بيفضلوها تحطيها براحتك جدا. ويا سلام لو عندك موتزاريلا او جبنه شيدر تحطيها على الوش، بتخليها في حته تانية، بس انا ما كانش متوفر عندي. طبعا زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، انا ببدا طبعا اوطي البوتاجاز خالص عليها واغطيها علشان تستوي من فوق وتستوي من تحت وما تتحرقش من تحت. وطي على قد ما تقدري البوتاجاز. طبعا زي ما انتم شايفين كده كانت طابت ودخلها استوت. وبدات طبعا اقلبها على في الطبق. طبعا كنت عامله حبه سلطه جنبها. طبعا دي تاكليها جنب سلطه، تاكليها جنب جبنه، تاكليها لوحدها في عيش بلدي بعيش فينو زي ما انتي بتحبي. طبعا طعمها بيبقى تحفه تحفه تحفه، اولادك هيحبوها. تبداي طبعا تقدميها بالطريقه اللي انتي حباها. طبعا انا كنت عايزه اوريها لكم من الجنب التاني بس للاسف نسيت خالص، اللي هو الطبق الجنب او الطبق اللي كان عليها السلامي ده، كان شكله حلو جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده طلعت، تنفع معاكي فطار، تنفع معاكي عشاء، تنفع معاكي وجبه سريعه، اولادك هيحبوها قوي، انت كمان هتحبيها وتستطعميها. تبداي بقى تشكليها كده. انا طبعا حطيت عليها خضره كده علشان تزينها كتزيين يعني كده. بتتاكل، تاكليها نتش، والله تاكليها نتش من حلاوتها وطعمتها. طبعا ما تنسوش تتبلوا البيض وانتوا بتضربوه يا جماعه عشان الزفاره، ما يزفرش. تحطوا فلفل اسود، برضو بيضيع ريحه الزفاره جدا. طبعا ده كان الشكل النهائي. زي ما انتم شايفين السلطه الحلوه الجميله دي وقرص البيض ده، انا والله مش عارفه اسميها ايه، بس هي طريقه تحفه وطريقه جنان وهتعجبكم ان شاء الله. ده كان شكلها النهائي. ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت وتشتركوا في القناه وتقولوا لي الوصفه جربتوها وهتجربوها ولا لا. عرفوني. طبعا انا كنت هنا بجربها بقى يا حبايبي، بشوف الطعم النهائي. ده كان الشكل اللي انا كنت عايزه اوريه لكم طبعا، بس للاسف نسيت. بجربها في عيش بلدي، كان تحفه تحفه تحفه، طعمها جميل قوي. مش طعمها خفيف في نفس الوقت، مش تقيل. مش هتحسي ان انت بتاكلي حاجه تقيله، بالعكس انت هتحبيها ولادك هيحبوها وتنفعك في اي وقت. ممكن تعمليها فطار بس كده. طبعا انا كنت بدلت الدنيا في سلطه واحد مني، بس تمام الدنيا زي الفل. ده كان الشكل النهائي وكان طعمها تحفه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. باي.